معشر البسلاء، السلام عليكم. هذا الفيديو هذا درته حيت عارف المتابعين ديال هذه الصفحه وديال هذه القناه يعني من النخبه، من الصفوه ديال المجتمع، وملي كتستدعي الضروره وكنسمعوا يعني شي نداء ديال مساعده او لا شي نداء ديال استغاثه من عند شي صديق سواء من قريب ولا من بعيد، لابد من اننا نلبوا هذا النداء ونقوموا بمساعده ولو بسيطه. واللي ما قادرش يعني يقدم مساعدات ماديه، يعني كاينه مساعدات ولو بالدعاء لاخونا وصديقنا وحبيبنا في السوشيال ميديا اللي كاملين كنعرفوه، المهدي بسيهوش. حتى الشهرين هادي اللي دوزتها منعزل على العالم وساد على راسي، خصنيش بهذا الشيء شي يزيد يجعل عليا. فالفيديو اللي خرج به المهدي البارح انا تفرجت فيه صراحه، حسيت يعني من الدخله ديال الفيديو المهدي يعني على استعداد، يعني عنده واحد رحابه الصدر، يعني غادي باغي يلاقي الله عز وجل بكل فرح وبكل سرور. يعني واحد الانسان ما خايفش يعني هو من لقاء الله ولا من الموت، يعني صافي يعني بحال هاد الدنيا هادي صافي طلعت ليه في راسو، ولا كانت جايه الموت غير مرحبا بها. هاد الاحساس هذا وهاد الشعور فاش غتفرج في الفيديو يعني من الثواني الاولى غتعرف باللي المهدي راه يعني بحال كنقولوا بالدارجه المغربيه وصلات فيه الهضم. لا اله الا الله، شي عطاه الله هو هذا. تجي عندك شي واحد وقال لك حنا راه كنا نموتوا، ولكن انت تقدر تموت في هذا العام. وهذا الفيديو هذا انا خرجت به ماشي غير باش نهضروا وصافي، انا راكم عارفين المحتوى اللي كنقدمه من البدايات ديالي محتوى يعني تعليمي ثقافي مفيد، وكل ما يجعل الانسان يستفيد. يعني عارفكم واحد الجمهور واعي كما قلت لكم في البدايه. معشر البسلاء، السلام عليكم. انا عارفكم يعني من الصفوه ومن النخبه. علاش؟ لان احنا دائما في هذه القناه وفي هذه الصفحه هذه المحتوى اللي كنحطوه كل ما هو ثقافي وتعليمي، وحتى في التعليقات ولا حتى في الرسائل كيجوني غير يا اما اساتذه جامعيين اكاديميين، الناس اللي مهتمين بالعلوم، اساتذه فيزيائيين، يعني كل ما يتعلق بالماورائيات والميتافيزيقا وداك الشيء اللي مهتم بالفلسفه. يعني هذا الفيديو هذا كما قلت ماشي درناه كما يجي شي واحد يقول لك لا راكبين على الموجه. دازت القضيه ديال البشير ما بغيتش نهضر عليها. علاش؟ انا عارف علاش. دازت القضيه اللي حاليا دايره الموجه ديال الماطر وما بغيتش نهضر عليها، ولكن هذه القضيه هذه بالضبط قضيه اجتماعيه كتقيسنا كاملين. هذا السيد هذا يعني بطريقه ما دخل الى قلوبنا، وخاصنا ضروري نقدموا مساعده. كما قلت اللي ما قادرش ماديا يدخل عنده الفيديو ديالو يدعي بالدعاء. انا اصلا هذا الشيء جاني ولادتي باينه. علاش؟ لانه انا الوالده تيعانش من نفس المرض. ونقول لكم يعني اللي بغى يعاون يعني هو فاتح الدونيشن. يعني في الفيديو كما كتشوفوا انا دخلت لقيت يعني اول تعليق وفيه هو السيمو لايف بولحيه. يعني ما عندك ما تسالوا بعدا اول تعليق وداير تما شي 7200 بات يعني العمله هو فين كاين في تايلاند. يعني العمله ديال تايلاند دايره تقريبا شي تكون شي 2100 درهم ولا شي حاجه مزيان. يعني واخا هو غير الفرق كما قال فاروق لايف، راه مشيت شفت فاروق لايف شنو قال، غير هو يوتيوب يعني بحال تضرب معاك نص بالنص. يعني هاد الدونيشن ما خدامش. اقترح واحد الفكره مزيانه، الناس مثلا اللي ها الكونت ديالو انستغرام تواصل معاه بشكل مباشر، ولا سير كما قال هو راه ساكن في التميره. يعني تقدر تقدم الدعم بطرق اخرى. يعني حتى لما قدرتيش كما قلنا تقدم الدعم عليك بالدعاء، يعني دعاء لاخونا الكريم بالشفاء العاجل ان شاء الله تعالى. جميل. حتى هنا قلنا شنو واقع حاليا يعني في هذه القضيه هذه، يعني قضيه اجتماعيه ديال اخونا يعني المهدي بسيهوش خاصنا نهضروا عليها. وانا يعني كمعشر وكمتابعين ديال هذه الصفحه عندنا ناس واعرين اللي ما قدرش ماديا يعني على الاقل يدعي يكتب ليه في الدعاء بالشفاء العاجل ان شاء الله. قال هو السبب، يعني قال لك هذه نيت كما قال فاروق، يعني الناس اللي كيكون عندهم شي الام والم يتكرر لان الجسم ديالك راه تيهضر معك. هذه لي الاشاره ملي يضرك شي بلاصه المره الاولى ويمشي الالم ويعاود يرجع والثاني والثالثه، الجسم كيعطيك اشارات كيقول لك راه كيعاني، خصك تمشي دير واحد الكشف ودير تشخيص وتشوف شنو عندك. المهدي كانت عنده كيقول درسه العقل، يعني ناضت عليه وقع ليه واحد التورم كبرى وكيرجع ليه الالم، كيبرا وكيرجع ليه الالم حتى في الاخير ولا عنده قال لك تورم وانتقل الى الفك. وكيقولوا ربما يمكن يقدر حسب ما كيقولوا، يعني يقول لك يقدر يكون عن كونسير لا قدر الله، والله ينجيه والله يشافيه. يعني هذا المرض هذا راه واحد المرض خبيث. هذا الشيء هذا كامل اللي قلناه من جهه، ونيت هو المهدي في الفيديو ديالو هضر على من جهه اخرى، زعما هضر على الوضع الصحي في المغرب. يعني قطاع الصحه في المغرب واحد القطاع جميل، الا مشيتي يعني انت مريض غادي تشافى وغادي تعالج. فهمتوا واش باغي نقصد؟ يعني واحد الوضع يعني ما تيبشرش يعني بالخير. حنا مقبلين على كاس العالم، كاس افريقيا،
والوضع يعني ديال المستشفيات في المغرب راه منذ القدم، راه ملي كنت صغير وانا تنسمع هذه القضيه هذه في السوشيال ميديا، في الاخبار، في الاعلام، في الجورنال دائما، وكنعانيو منه حنا شخصيا في المدينه ديالنا، في المدينه اللي كنمشيو ليها. الوضع ديال المستشفيات كارثي. ملي انا صراحه السبب اقسم بالله الا عارف السبب الحقيقي علاش، يعني ماشي سبب نقول لك دولي، يعني غير حنا في المملكه المغربيه راه جميع المستشفيات في افريقيا هو راه سبب عالمي كبير. وانا سمعت واحد الدعاء هو اللي بغيت نبارطاجيه معكم، داكشي جبت لكم هذه القضيه ديال المستشفيات حيت راه ما غاديش تقاد، ما اخوي راسك. شنو قال؟ سمعت على لسان احد المرضى يقول، هزيتو بحال هكا كيقول لهم: لا يا ايها المسؤولون، لا سامحكم الله ولا عفى عنكم، وعليكم لعنه الله عدد امين في كل صلاه، ووالله لو بين احدكم وبينه وبين الجنه ذنبي والله لا غفرته له. ما يغفرش لك شي تكون شي مسؤول يكون بينه وبين الجنه الذنب ديالو حيت كان مريض وما تعالش وكنتو نتوما السبب ديالو، والله ما يغفر لك، جهنم وبئس المصير. ما غيغفرش لك. عرفتي على دعاء سمعته؟ راه الدعاء هذا عاود سمعوا راه يقشعر بدني. يعني الوضع ديال المستشفيات زعما في افريقيا كاع وفي كارثي، راه بزاف، راه وكيربي اللي العلم راه كيربي في الشباب وفي المجتمع بنادم اللي كيدي الوالده ديالو ولا كيدي باه ولا كيمشي هو براسو، راه كيربي فيك واحد السخط دافين، سخط دافين. يعني مع الوقت الضغط يولد انفجار. راه او جوج قطاعات المغاربه كيطالبوا بهم: التعليم والصحه فقط، اما الباقي مصدر الرزق المغاربه قادين على راسهم. يعني هو المهدي بسيهوش في الفيديو ديالو راه هضر على هذه القضيه ديال السبيطارات، ومؤخرا خرج بولمدن تيهضر واش مرا ولا ما نعرف عندها 2028 باش تمشي تدوز الراديو. هادشي راه لا يبشر بالخير. والمهم حتى لهنا يعني هو عارف المهدي وحنا عارفين وكاملين عارفين ان الانسان في الظروف كيكون محتاج مساعده، والانسان فاش كتكون فيه داك النخوه وفيه داك الكبرياء راه ما تيرضاش، راه ما تيقدرش يقول لكم انا محتاج. المهدي محتاج ولكن ما غاديش يخرج يقولها لكم، رجوله فيه النفس ما كيرضاش. يعني حنا دابا كما قال فاروق لايف وكما كنقول انا، انت من نفسك الا ما قدرتيش ماديا عليك بالدعاء. ادخل عنده الباج، انا نخلي لكم الكونطات ديالو، دعي ولا تواصل معاه شخصيا، قدم مساعده بينك وبينه ولا قدمها ليه، ما يعرفكش كاع كما كيديروا شي ناس. عطيه مساعده ماديه واسكت، وما يشوفك حد ما يعرفك حد. هذه من الافضل، لان النوع بحال المهدي، هذا النوع ديال الرجال راه لا يرضى، لكن راه هادو اللي كتجي فيهم. علاش؟ ما كيرضاش وما كيقدرش يقول لك انا مخصوص، هو باغي انا باغي وما خصنيش. فهمتي كيفاش؟ يعني هذا المهدي من هذا النوع ديال الرجال اللي فيهم النفس والنخوه والكبرياء. كما قلنا دابا ها الكونطات ديالو، اللي باغي يعاون يدخل لعنده.